كان ليا واحد صاحبي اسمه عبد العزيز. ايوه، اصل ما فيش حد بينطق حرف الدال. المهم، كنا في شهر مايو وباقي على امتحانات كلية الحقوق حوالي كام يوم، واول مادة ما نعرفش عنها اي حاجة غير انها كانت بتدرس في الجامعة. طبعا كالعادة اتصلت باصحابي، بس كلهم دلوني على الورق بتاع عبد العزيز، اصل كان عامل شوية ملخصات كده. بس هو عبد العزيز ساكن فين؟ لما محدش يعرف هو ساكن فين، كل اللي نعرفه ان هو ساكن قريب من شارع الكرك اللي في شبرا. الو، صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عبد العزيز، عامل ايه؟ انا فرغلي. الحمد لله تمام، وانت عامل ايه؟ انا الحمد لله كله تمام. بقول لك يا صاحبي، كنت عايزك في خدمه كده. اتفضل يا صاحبي. حبيبي يا صاحبي، ربنا يخليك. كنت عايز منك ورق الملخصات بتاع الكليه بتاع الامتحان اللي جاي ده، اللي العيال صورته منك. اوي يا صاحبي، تحت امرك. طب هعدي عليك النهارده عشان اخده، بس بقول لك ايه، اوصف لي العنوان بتاعك. بص يا صاحبي، عند شارع الكرك كده، هتمشي فيه وتعدي 3 شوارع، وبعدين هتدخل في شارع فرعي على الشمال على نصيته سوبر ماركت، وفي اخره هتلاقي مجموعه عمارات قديمه كده. بيتنا العماره الرابعه الدور الثالث. تمام يا صاحبي؟ تمام يا حبيبي، هعدي عليك بالليل النهارده. والله يا صاحبي انا بالليل ورايا مشوار حوالي الساعه 9 كده، ان شاء الله هخلصه وارجع على البيت على الساعه 10 كده، يعني ان شاء الله على 10 هكون في البيت. خلاص تمام، قشطه، ماشي، هعدي عليك الساعه 10 النهارده. تمام يا صاحبي، هستناك. تمام يا عبدو. تمام، اتفقنا. سلام يا نجم. هو الطريق طويل كده ليه؟ انا مشيت كتير اوي، انا تقريبا مشيت حوالي 10 دقايق. هو فين شارع الكركي؟ هو انا تهت ولا ايه؟ ثانية كده. هو ده شارع الكركي. هو الشارع ده ماله هادي كده ليه؟ مع ان الدنيا بره زحمة ومليانة عربيات وناس. الشارع ده غريب جدا، حتى البيوت اللي فيه برضه غريبة، كلها شبه بعض كده وقديمة. الواد كان قال لي ان العمارة بتاعته رقم 4، بس نسي يقول لي هي من على اليمين ولا من على الشمال. وبعدين بقى في المشكلة دي، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ شكلها كده ما فيهاش غير حل واحد. يا عبد العزيز، يا عبد العزيز، يا زيزو، يا عبد العزيز. ايه ده؟ ايه البنت الحلوة دي؟ ده بتشاور لي اطلع. دي شكلها اخته كده. تقريبا هو ده الدور اللي بصيت لي منه. يا دي النيلة، ده الدور طلع فيه شقتين. انهي واحدة فيهم شقتك يا عبد العزيز؟ انت صاحب عبد العزيز؟ لا، انا صاحب عبد العزيز. انا اخت عبد العزيز، اتفضل لغايه ما يجي من مشوار. يا نهار ابيض، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هدخل ولا هستنى بره؟ انا تقريبا سامع صوت ناس جوه. تمام ماشي، اتفضلي. ايه البيت الغريب ده؟ ايه ده؟ هما ليه محتفظين بنتيجة مكتوب عليها 1999؟ انا فاكر زمان ان خالتي برضو كانت محتفظة بنتيجة مكتوب عليها 2003، مش عايزة ترميها علشان مكتوب عليها لفظ الجلالة. واضح ان الناس القديمة كلها كده. ايه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا. اتاري؟ كانت الاتاري بتاعتي وانا صغيره، وفضلت محتفظه بيه علشان اخويا محمد بيحب يلعب بيه. معلش انا اسف ان انا جيت النهارده في وقت غير مناسب، بس انا كنت مكلم عبد العزيز ان انا هاجي النهارده عشان اصور منه المذكرات بتاعته. هو هيتاخر؟ ده مين اللي بيتكلم جوه ده؟ ده الكهربائي بيكلم الصبي بتاعه. اصلنا جبناه علشان الكهرباء عملت قفله اكتر من مره في العماره، وهو بقاله حوالي ساعه بيحاول يوصل الكابلات في حته المطبخ. هو حضرتك اخت عبد العزيز مش كده؟ في الحقيقه انا زي اخته، اسمي شاهندة. احنا اتربينا مع بعض من واحنا صغيرين وجيران من زمان. بتبص على ايه؟ ابدا، ببص على الساعه اللي هناك دي، من ساعه ما جيت وهي واقفه على 9:30، والساعه دلوقتي حوالي 10. يا نهار ابيض، الساعه عدت 9:30. قومي يا حماده بسرعه استعجل الكهربائي وقول له الساعه عدت 9:30. هو في حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه، بس المفروض الشقه تولع الساعه 9:30. ايه؟ لا معلش ما سمعتش كويس. هو انت بتقولي ايه؟ يا جماعه المطبخ مش عايز يولع، الحريقه هتتاخر شويه. طب يلا بسرعه علشان كده احنا اتاخرنا عن كل يوم.
معلش بس عندي استفسار صغير، هو الكهربائي اللي جوه ده بيحاول يولع في المطبخ؟ وهيولع نار طبعا. وطالما هو كهربائي فهو هيولع عن طريق ماس كهربائي اكيد. الله، هو انا اللي عبيط ولا انا الكلام اللي انا قلته ده عادي ولا ايه بالظبط؟ يا ولاد المجانين، ده انتوا بتولعوا في الشقه بجد. يا جدعان الدنيا بتولع يا جدعان، حريقه حريقه حقوله. يا نهار اسود، ده المطبخ ولع. انا نفسي افهم هي بتصرخ على ايه، هي مش عارفه ان الدنيا هتولع، وبعدين هي ازاي تعرف ان الدنيا هتولع من قبل ما تولع؟ والمصيبه ازاي ده بيحصل كل يوم؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ المطبخ مليان دخان، ولو ما متناش من النار هنموت من الدخان. ثانيه واحده كده، ده الحريقه حصلت في المطبخ، واكيد في المطبخ يا اما فيه انابيب يا اما فيه غاز، ده كده ممكن يحصل انفجار. يا نهار اسود، ده انا انفد بجلدي احسن. سلام عليكم. الحقنا يا حاج، في حريقه في الشقه. انت دخلت الشقه دي ازاي؟ يا نهار اسود، هي مش الشقه كانت بتولع دلوقتي؟ هي الحريقه اختفت راحت فين؟ ايه اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟ ممكن استعمل الحمام يا حاج؟ انت ايه اللي دخلك في الشقه دي يا ابني، وعايز مين؟ والله العظيم يا حاج انا جاي عشان اقابل واحد صاحبي ساكن في الدور الثالث، وافتكرت ان دي شقته ودخلت جوه ولقيت ناس عاديين جدا، بعد كده الشقه ولعت. هو انا شكلي عبيط يا حاج ولا ايه؟ حظك وحش يا ابني، معلش اظن انا عارف ايه اللي حصل جوه الشقه دي، لكن انت كنت جاي تزور مين؟ تزور واحد اسمه ايه؟ اسمه عبد العزيز يا حاج. يا ابني، وجه هنا من شويه وسال حقيقي عن اي حد من اصحابه سال عليه في البيت، لكن هنا قلنا له ان محدش سال، فقام نزل تاني. طب بعد اذنك يا حاج اقعد على الكرسي احسن مصاصلي سايبه. معلش يا ابني على اللي انت شفته في الشقه دي. بص، انا هضطر احكي لك على حكايتها. من حوالي 10 سنين كان في واحدة جارتنا ساكنة هي وبنتها وابنها من زمان، وكانت علاقتنا بيهم كويسة، ويعتبر عبد العزيز متربي معاهم. لكن للأسف في يوم من الأيام وهم بيصلحوا الكهرباء في الشقة، وكان الكلام ده حوالي الساعة 9:30، انفجرت أنبوبة الغاز. وبالرغم ان الأنبوبة كانت مش مليانة، إلا إنها قضت على الكهربائي وأم شهندة وحمادة، وكلهم ماتوا قبل ما يوصلوا للمستشفى، الله يرحمهم. المشكلة إن في أيام معينة في الشهر بنسمع أصوات جاية من الشقة. في الأول قلنا حرام، دخل الشقة، بس نيجي نفتح الشقة نلاقيها فاضية. وفي الآخر اتعودنا إن كل كام يوم بالليل نسمع صوت جاي من الشقة، أو صوت ناس بتصوت وتزعق زي كل ليلة. كلامك صح يا حاج، أنا لقيت اللي اسمها شاهندة دي بتكلم العفاريت اللي حواليها وبتقول لهم إن الساعة عدت 9:30 وبقت 10، وإن ميعادهم أصلا كل يوم 9:30، وإن ميعادهم فات خلاص. وفجأة لقيت الشقة راحت مولعة. أنت شفت عفريت شاهندة وهو بيقول إن الساعة عدت 9:30 وبقت 10، وإنهم اتأخروا عن ميعاد كل يوم؟ والله العظيم أنا شفت ده، وكمان شفت نتيجة الحق يا عمو، الساعة عدت 10 من زمان، الميعاد بتاعكوا جه، يلا بينا. شاهندة، يلا يا تفيدة، الساعة عدت 10 خلاص، ميعادنا عشان خاطر نولع في الشقة، جهزي نفسك بسرعة. لا 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 لا، كده كتير، كده اوفر يا حاج، دي قلة أدب دي. ما تقولي حاجة يا شاهندة، هو ينفع تعملوا كده في ولاد الناس؟ معلش يا ابني، أصل نسيت أقول لك إن في يوم الحريقة من 10 سنين الماس الكهربائي طال الشقة عندي، وولعت الشقة كمان، وموتنا احنا فيها. بعد إذنك يا ابني أدور على الكبريت عشان ألحق أولع. يا نهار اسود، ده الشقة ولعت بجد. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز على اليوم اللي عرفتك فيه. أنا كان مالي ومال المشوار المنال ب60 نيلة ده، أنا الحق أنفد بجلدي بسرعة. الله يخرب بيت الامتحانات على اللي عايز يمتحن. أنا كان مالي ومال المشوار المنال ب60 نيلة ده. هو مفيش سوبر ماركت في الحتة المنالة دي؟ أنا فاكر إنه كان قال لي في سوبر ماركت على أول الشارع. أنت رحت فين يا عم أنت؟ هو راح فين؟ إيه ده؟ وأنا دخلت شارع غلط ولا إيه؟ ده السوبر ماركت هناك أهو. ده أنا شكلي كنت دخلت شارع غلط. طب هروح ولا أعمل إيه؟ يا دي النيلة، هروح وأمري لله. اهو بسلامته واقف في الشباك وعمال يشاور لي. انزل يا عم. عندكم حمام يا عبده؟ طبعا يا ابني، هو في بيت ما فيهوش حمام؟ طب انا هطلع عندكم دلوقتي عشان اخش الحمام.
لو سمحت يعني، لو فيها إساءة أدب، لو انتوا ناويين تولعوا في الشقة النهاردة يا ريت تستنوا لغاية ما اخرج من الحمام. ولا اقول لك يا عبدو، انا مش محتاج اخش الحمام، الموضوع بس خلاص. سلم لي انت بس على الحاج والحاجة وقول لهم اشوفهم في اقرب حريقة ان شاء الله. الله، ايه يا ابني انت رايح فين؟ مش هتاخد ورق الملخصات اللي كلمتني عليه؟ يا جماعه الحقونا، حد يلحقنا بكوبايه ميه ساقعه او ازازه شويبس تفاح، فرغه لغمه عليه.